اهلا بكم يا اخواتي في فيديو جديد من قناه نجم التوقعات. النهارده معانا توقعات مباريات يوم السبت 6/9/2025. بس قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تشترك معانا في القناه وتنضم لقناه التليجرام. بنزل توقعات على مدار اليوم كله، فعشان تلحق الحاجات دي انضم واشترك معانا في القناه وكله مجاني. تمام. معانا النهارده قسيمتين. اول قسيمه هتبقى اللي هي 7 احداث وقود، مدينا قود 5. فطبعا ليله الماتشات فانا قسمتهم على قسيمتين. تمام. معانا اول ماتش رواندا ونيجيريا. عملت اللي هو فوز او تعادل نيجيريا ومجموع اقل من 4 اهداف في الماتش. يعني لو نيجيريا كسبت 1-2-3 مفيش مشكله، اتعادلوا 1-1 2-1 برضو مفيش مشكله، المهم ما يجيش 4 اجوان في الماتش ونيجيريا تفوز او تتعادل. تمام. معانا تاني ماتش البرتغال وارمينيا. عملت طبعا فوز البرتغال. تمام. معانا تالت ماتش بيتربورو وماتش هادر سيف للتاون. عملت برضو لهادر سيف للتاون، عملت فوز ليها او تعادل ومجموع اقل من 5 اهداف في الماتش. يعني ما يجيش 5 اجوان في الماتش من اي حد من الفرقتين وانها تفوز او تتعادل. تمام. معانا الماتش الرابع ماتش ويمبلدون. تمام. عملت فوز او تعادل فريق واحد برضو ومجموع اقل من 5 اهداف في الماتش. تمام. خش على الماتش صربيا ولاتفيا. عملت فوز لصربيا. تمام، فوز صريح. ونخش على ماتش المجر وايرلندا. عملت الضربات الركنيه لان الماتش ده يا جماعه صعب التوقع فيه، لان بصوا الفرقتين يعني رخمين الى حد ما، اغلب ماتشاتهم بتخلص بالتعادل. بس طبعا هو الماتش ده رايح لايرلندا شويه عشان على هيبقى فرق الارض والكلام دوت. بس انا لعبت في المضمون منه، اللي هو عملت الركنيات اكتر من 7.5. تمام. نخش على الماتش الاخير في القسيمه ديت ماتش انجلترا. عملت فوز انجلترا الشوط الاول. دي كده يا شباب كانت القسيمه الاولى، انا هحط عليها 1500. تمام. ويلا بينا على القسيمه الثانيه. طيب، ودي القسيمه الثانيه مكونه من 4 احداث والقود تقريبا داخل على 3 يعني. تمام. نشوف كده اول ماتش معانا ماتش انجلترا. عملت هانديكيب اللي هي الفرقه الثانيه. عملت انها ما تجيش فيها 6 جوان، يعني لو جه فيها 6 جوان هيجي لنا استرداد، جه 7 نخسر. تمام. معانا ماتش لاتفيا تاني وصربيا. عملت فوز صربيا تاني برضو. ومعايا ماتش البرتغال. عملت فوز البرتغال الشوط الاول خدوا بالكم. تمام. وماتش قبرص والنمسا. عملت فوز النمسا الشوط الاول. دي كده كانت القسيمه التانية. انا هحط عليها 1500 برضو. تمام. كده انا رميت 3000 جنيه على القسيمتين، هنا 1500 وهنا 1500. نراجع كده القسيمتين مع بعض اهو. دي الاولى، دي التانية، ودي الاولى. لو انت وصلت لحد هنا يا صاحبي ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتنضم لقناه التليجرام. وبس كده، سلام.